لا نقبل نقودا بيزنطية هنا. بماذا تتداولون إذن وليس لكم نقود خاصة بكم؟ بلى، فما عدنا نتداول في دولة بني أمية إلا بنقود عربية، بهذا الدينار العربي الذي أسسه وأشاعه أمير المؤمنين عبد الملك، فلا نقبل غيره. لقد حملت إلينا أيها الرسول كتاب استفزاز أثارنا، ولولا أننا نكرم الرسول مهما كانت رسالته لعاقبناك على حملها إلينا. ألا تقولون بلسانكم أيها الخليفة ما على الرسول إلا البلاغ؟ قد بلغتنا أمرا أغضبنا. فما يكون ردكم على سيد الأمبراطور؟ أما هذه الرسالة فلا رد عليها، نكظم غيظنا ولا نقابله بمثلها. أما ما جئت تطالب به وكأنه حق لكم فنحن نرفضه. أيها الخليفة، ما أنهيت قولي أيها الرسول فاستمع حتى آخره. كنا نبعث إلى بيزنطة بمال ندفعه ليمنع عن حدودنا الشمالية قبائل الجراجمة وما تلحقه فيها من خراب في الديار وترويع الناس، وقد منعناهم أيها الخليفة. ليس كما يجدر أن يكون عليه الأمر، ولهذا فإننا نأخذ منذ اليوم هذا الأمر بأيدينا. لكن هذا المال الذي تدفعونه لسيد الأمبراطور توافقتم عليه. أو ترى أنها ضريبة علينا أو جزية أيها الرجل؟ اسمع، عد إلى سيدك واخبره بما سأقول. ليس لإمبراطور بيزنطة أي حق على عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين في شيء. أمر آخر أيها الخليفة، لا تذكره أيها الرسول، فنحن نعرفه ونعرف أنه يغيظكم. أجل، لقد حررنا أنفسنا من عملة بيزنطة وأحللنا محلها الدينار العربي، وهذا أمر لا رجعة عنه. أترى أيها الرجل، ليس بيننا وبين بيزنطة بعد هذا إلا حسن الجوار، إن حفظته حفظناه. فعد إلى الإمبراطور بهذا.